يا صباح الهنا وصباح الفل وصباح السعادة عليكم. ويا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وفي أحسن حال. شكرا لتعليقاتكم وشكرا ل100 مشترك. ويا رب دايما نكبر أكتر ونبقى أسرة أكبر من كده. وشكرا لكل تعليق حلو بيشجعني ويخليني إن أنا استمر. احنا كمان بقينا أكتر من 100 مشترك. فشكرا ليكم على ثقتكم وعلى حبكم إن انتوا تسمعوا فيديوهاتي وتتابعوني للآخر. ايه رأيكم بقى؟ تعالوا نبتدي الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا النهاردة انا هرتب الرف بتاع المطبخ ده، بالذات الضرفتين دول اكتر حاجة بتضايقني في المطبخ. ليه بقى بتضايقني في المطبخ؟ لان مليانة كراكيب. هي مش كراكيب، يعتبر دورق بحط فيه الدورق بتاع العصير بتاع رمضان، الحاجات البلاستيك، العلب بتاعة الفانيليا والبيكنج باودر، كمان حتى البن، الخل، الزيت. فانا عاملاها زي كأنها خزنة للمطبخ، يعني مجمعة حاجات كتير قوي في الضرفتين دول. مش عارفة ليه، يعني انا عشان مستقرباها وكمان مخليها ان انا اعرف اطولها واجيب الرف التاني والاولاني منها. يمكن عشان كده مستقرباها فبحط فيها حاجات كتير قوي. انا فضيت الرف اللي فوق. ايه اللي انا حطاه في الرف اللي فوق؟ حاطه ستيكر بس مش شايله اللزقه بتاعته اللي تحت، يعني حطاه كانه مفرش. كمان حاطه ازايز الخل وازازه الزيت وحاطه كيس السمنه. ليه بقى بستقربه؟ لانه اقرب حاجه ضرفه ديت والضرفتين اللي تحتيهم اقرب حاجه للبوتاجاز. غلاية المية بقى شايلاها في الرف فوق، لان بطلعها ما يكون عندي ضيوف او عدد كبير او في رمضان. طبعا انتوا عارفين ان الكاتل او غلاية المية بتسحب كهرباء كتير، فانا عشان كده بوفر وبولع على البوتاجاز على البارود. الجهاز الابيض اللي انا شيلته ده بيحمص العيش التوست، كمان ممكن تعملي فيه كيك. الستيكر دوت ما بشيلش منه اللزقة بتاعته من تحت، وبعمله كأنه مفرش وسهل ان هو يتمسح بأي فوطة مطبخ، ولو وقع عليه اي حاجة زيت بيتمسح. الجهاز الابيض اللي انا هطلعه اللي بنحمص فيه العيش التوست، ممكن كمان نعمل فيه وافل، ممكن فيه نعمل كيك. مش هقدر اقولك الماركة بتاعته ايه لان الماركة بتاعته انا معرفهاش، وهي مش من الماركات المشهورة. انا ما استخدمتهوش كتير، استخدمته قليل وغسيله وتنظيفه سهل قوي. علب السندوتشات انا بغسلها وبنشفها واشيلها للسنة اللي بعديها، عشان مش كل سنة نشتري واحدة جديدة، هي واحدة بس لغاية ما تتكسر نجيب واحدة جديدة ينفعوا السنة الجاية ان شاء الله. فحطيتهم كده برصصهم في علب بقى فاضية، انا ما بحبش ارميها. ليه؟ ممكن ان انا اعملها منظمات، يعني العلبة المغطى ازرق بعملها منظم في ايه؟ ان انا احط فيها ورق مناديل وبغسل الخضرة وبنشفها كويس على صفاية، وبعدين احطها في العلبة كده اللي هنا حاطة فيها مناديل، حاطة فيها الورق بتاع الكراريس او الكتب بتاع ولادي الابيض. بتحافظ عليها وكمان ما بتاخدش مساحة. كمان الاطباق الازاز اللي انا حطاهم دول اطباق بتوع سمك، طبعا بغسلهم قبل ما نغرف فيهم الاكل، بس انا بحطهم عشان يبقوا قريبين مني. كنت جايبة ازازة الزيت اما روحت السوق، كانت كيلو الا ربع ب45 جنيه. وجديت كيس السمنة الهانم كان 350 جرام، كانت ب25 جنيه. انا ببتدي بقى ارصص. دي ازازة خل كمان، بس ازازة الخل دي مش زي نجمة الزيتون ديت، اخف كمان منها. الليف بقى بتاعت المواعين ديت، الليف دي كانت ال4 ب10، وفي منها كان ال2 ب10، على حسب بقى، ما حسب انتي عايزاها ستانلس نوعيتها حلوة ولا لا. الطبق دوت انا حطيت فيه، كنت جايبة جيلي وكيس صلصة، كان الكيس ب2 جنيه. وكنت جايبة كمان علب بتاعت فانيليا وعلب بيكنج باودر. القوالب السيليكون دي بتاعت كيكة، ممكن يتعمل فيها كيكة، بس لما تدخليها الفرن يعني نصيحة تبقى حطي تحتيها صينية، والصينية فيها شوية مية. ليه بقى؟ لان ممكن تتلسع، يعني ممكن تتلسع لو حطيتيها في صينية ما فيهاش مية. كمان كمان تنفع كمان قوالب للجيلي، لو عايزة تعملي جيلي، عايزة تعملي كاستر، تنفع قوي ليها. عصيان الشيش طاووق لقيتها واقعة ورا. حاجات بقى، هي مليانة كراكيب، الرف اللي تحت ده مليان حاجات. انا اكتشفت حاجات انا كنتش بشوفها لان كانت واقعة ورا. الدورق بتاع العصير، انا عندي 2 دورق، 2 لتر و2 لتر، بحبهم قوي في رمضان الدورق دوت، وفي دورق تاني. الغطيان بتاع العلب احطها في الجنب، ما لقيتش مكان فحطيتها فوق. هنا بقى القالب بتاع الكب كيك ما عرفتش احطه فوق، جيت احطه الكبير دوت.
مش هينفع، الضرفة مش هتتقفل، فانا هضطر ان انا احطه تحت واوقفه ورا. اعتبروا ده من ضمن تنظيفات العيد وتجهيز المطبخ كمان لاستقبال العيد، لان المطبخ من الحاجات المهمة اللي احنا بنجهز فيها الاكل، فما كناش نهتم بكل ضرفة منه هتلاقي نفسنا ان احنا واقفين متضايقين. قوالب الكب كيك جيت احطها ورا الجهاز الابيض ورا، لقيت الضرفة مش هتتقفل، فهنزلها تحت احسن. قوالب السيليكون عملت فيها كيكة وهعمل لكم فيديو بيها، وعملت فيها كمان جيلي طبقات في رمضان، وهعمل لكم بيها وصفات كتيرة جدا هتشوفوها. الاشكال اللي انتوا شايفينها ديت بتعمل اشكال حلوة قوي. طقم السكاكين كمان كان عندي من مدة، وكان ده طقم سكاكين مطبخ مقاسات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، كانت خامته كويسة، عشان كده كل فترة ما بتتكسر منه سكينة وابتدي اخد واحدة تانية. اتشجعي بقى ورتبي ضرفة من مطبخك. انا بقى هشوف طبق مش بستخدمه كتير واحط فيه بقى العلب بتاعه الفانيليا وعلب البيكنج باودر، وكمان القوالب بتاعه التلج ديت انا مش بستخدمها، لان عندي في الفريزر قوالب تانية اللي هي الرفيعة اللي فيها اللي عليها غطا، دي حاطه واحده فيها ميه عاملاها تلج، واحده تانية حاطه فيها عصير ليمون بعمله مكعبات ليمون، عشان اما الليمون يغلى يبقى عندك قوالب ليمون تلج في الفريزر. كل بقى انا حطيت طبق فوق، الطبق اللي فوق دوت حطيت عليه كل بقى العلب وكمان الليف بتاعت المواعين. ده اخر جزء في الرف هنا. لو عجبكم الموضوع اللي انا اتكلمت فيه في الفيديو اللي فات عن جبر الخواطر وعن الكلمة الطيبة صدقة، وازاي ان احنا نكبر بخاطر اقرب الناس لينا قبل ما نكبر خاطر ناس بعيدة عننا او ناس بنقابلهم في الشارع. فلو عجبكم الموضوع دوت قولولي في التعليقات وكمل في الموضوع ده ونتكلم فيه اكتر. لو عندكم اي مواضيع عايزين تقترحوها ونتكلم فيها او مشكلة ونقترحها ونشوف رأي الناس فيها، ممكن تكتبوها في التعليقات ونشوف رأي الناس واقول لكم رأيي كمان فيها. كمان الموضوع بقى اللي انا عايزة اكلمكم النهاردة فيه التسامح، ان احنا نسامح بعض. يعني لما حد يغلط في حد، لو انت قدرت تعفو وتسامح، سامح على قد ما تقدر، بس يكون قلبك راضي، مش تسامح وانت من جوه لسه شايل، لان انت كده مش هتبقى مسامح، انت كده هتبقى بتعامل ان انت زعلان برضو لسه. اه طبعا انت كده بتراضي ربنا ان انت سامحت، لكن من جوه لازم ان زي ما بنقول لا، مش اللي في القلب في القلب، لازم يبقى القلب بيسامح على قد ما نقدر. عشان نسامح قبل ما بنسامح الناس اللي قدامنا، نسامح نفسنا عشان نقدر نعيش. لان اللي قدامك اللي انت سامحته ممكن ما يكونش حاسس اصلا ان هو غلط فيك او عمل فيك اي حاجة، هو كل الحكاية عمل، هو طبيعته كده، هو طريقته وشخصيته كده. فانت تسامح عشان خاطر نفسك انت، مش عشان الناس التانية. انا هنا خلصت خلاص الضرفتين دول ورتبتهم جزء جزء، انا ما عملتهمش ما نزلتش كله مرة واحدة في الارض وبعدين ابتديت بقى ارصص براحتي، لا هياخد منك وقت كبير جدا. فانتي احسن تنزلي حبة، تقسمي مثلا يعني دول رفين تقسميهم على 4، الرف اللي فوق اعمله على مرتين، الرف اللي تحت على مرتين. ونخلص ضرفة المطبخ بنحس ان المطبخ اصلا من تحت ما فيهوش الا البوتاجاز يا دوبك، المواعين، الارض هتتنضف، يعني حاجات بسيطة. فضرف المطبخ بالحاجات اللي جويها عايز لها ترتيب، فكل يوم وانتي مثلا بتعملي بعد ما غسلتي المواعين رتبي ضرفة واحدة، بتعملي اكل رتبي ضرفة تانية، وهكذا لغاية ما تخلصي دورة في المطبخ كلها. هتلاقي المطبخ بتاعك خلص، يعني في خلال 3 ايام 4 ايام المطبخ خلص. الضرفة بتاعت البلاستيكات ديت بتبقى صعبة عليا ليه؟ لان حاجات صغيرة وكتيرة، يعني الحلل كل الحكاية تطلعيها وترصصيها تاني جوه بعض، الاكبر في الاصغر في الاصغر، دي سهلة بسيطة. الصواني نفس الحكاية، الا الحاجات بقى الرفيعة الصغيرة ديت دي اللي بتاخد وقت اكبر. فعشان كده ديت من اكتر الحاجات اللي انا بحب ارتبها في الاول، عشان انا بخلصها اي حاجة تانية بتبقى سهلة وبسيطة. انا خلصت هنا خلاص، هنا انا حاطه ايه، القاعده بتاعت الخلاط وكمان الهاند بلندر، وكمان حاطه الستيكر نفسه اللي هو الرخامي الاسود دوت تحت، وكمان حاطه المنظم بتاع السكر والشاي تحت، فمسحتها من بره.
فوطة كويسة. كمان بمسح المطبخ ساعات بملمع خشب من بره.